قلنا الجزء الوسطاني ده يرمز للسيد المسيح. اثناء القداس كان لو الشعب ورا ابونا كده، كان ابونا يقوم ماسك الصليب لما يجي يقول بركه وسلام لجميعكم، يقول بركه وسلام لجميعكم، يعمل كده صح. لكن بعد ما بقى جسد المسيح معايا ما ينفعش انا ارشم الناس. يعني مثلا لو ابونا موجود ومعاه اسقف، المفروض الاسقف هو اللي يمسك الصليب ويبارك الناس، ابونا ما يشيل الصليب. علمونا كده في الدير، قالوا لنا اول ما تلاقي اسقف داخل اول حاجه تعملها تشيل صليب في جيبك، لان المفروض هو لازم يبقى في واحد هو رمز حضور الله على الارض. فطالما وجد الاسقف ابونا يحط الصليب في جيبه. طب ده مش الاسقف ولا البطرك، ده المسيح، ده المسيح، ده المسيح. فمن ساعه ما يبقى جسد دم المسيح انا ما بستخدمش الصليب خالص، بيتشال. طب ولما اجي ده بيتقال حوالي مرتين او 3 من بعد التقديس، بيتقال بركه وسلام لجميعكم برضه. طب انا هينفع ادور ارشمهم حتى بايديا؟ لا. بعمل ايه؟ تلاحظوها بقى، ابونا يقول ايه؟ بركه وسلام لجميعكم، بيبعد من قدام القربانه او من قدام جسد المسيح. دلوقتي هو كان عامل كده والشعب مش شايف الجسد، لكن لما يقول بركه وسلام لجميعكم ياخد جنب ويسيب الجسد هو اللي يبارك، ويسيب الجسد هو اللي يبارك، ويسيب الجسد هو اللي يبارك. لقطات صغيره بس تفرق معاك قوي، تفكرك بحضور المسيح قدامك دلوقتي على المذبح.